اللي قدامكم في الصورة ده اسمه أحمد شعبان، عنده 31 سنة، بيشتغل عامل في محل حلويات شهير اسمه سوق السعادة بمدينة نصر. النهاردة دخلت المحل ست غنية جدا واشترت حلويات ب12,000 جنيه. لحد هنا وعادي، لكن اللي مش عادي لما الست جت عند الكاشير عشان تدفع الحساب قالت لهم إنها نسيت الفلوس في العربية، وطلبت من أحمد شعبان إنه يحط لها الحاجات اللي خدتها في شنطة العربية. بعد كده هو راح ناحية اليمين عشان يحاسبها، وراحت خبطته بالعربية وجريت. بعدين جت المباحث فرغت الكاميرات واتقبض عليها، دلوقتي بيتحقق معاها بتهمة القتل الخطأ. والراجل صاحب المحل احتراما للشاب واللي حصل له بقاله 3 أيام قافل المحل، على الرغم من إنه بيبيع في اليوم نص مليون جنيه. بأي ذنب قتل؟ عمل إيه عشان يحصل له كده؟ عشان بيجري ورا لقمة عيش ويحصل له كده؟ صدقوا بالله والله ما بتهون إلا على الفقير. الفقير عنده عزة نفس وكرامة تكفي البلد بحالها. لو نفس اللي حصل دوت مع واحدة فقيرة ما كانوش هيسيبوها تاخد الحاجات وتطلع بيها قبل ما تدفع الفلوس. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يتبخسوا الناس أشياءهم. قال كمان: قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهي ست غنية ومعاها فلوس، لكن فقيرة أخلاق ودين وإنسانية. الراجل ده مات وهو بيطالب بحقه، وده أشرف الناس كتير عايشة معاها فلوس بس ما عندهاش لا قلب ولا ضمير. وما تنسوش تترحموا عليه في التعليق.